أول مرة أشوف الأستاذ عمرو الدرديري بيتكلم في حق النادي الأهلي بطريقة كويسة وبيمجد في النادي الأهلي. يعني ما تيجوا نشوف. النادي الاهلي عامل ميركاتو صيفي عالي جدا، قوي جدا. ربنا يستر على النادي الأهلي وصفقات النادي الأهلي، ويا رب عديها على خير بإذن الله. يحيى عطية الله لاعب مغربي كبير جدا، لاعب المنتخب المغربي، لاعب الوداد السابق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا راجل أنا عايزك تغفل بعينك عنه، اغفل بعينك عنه. يحيى عطية الله خلاص موجود في النادي الاهلي على سبيل الاعاره. إعارة إن شاء الله، ربنا يكرمه ويثبت وجوده. بس أنت يا عم عمرو قول إن شاء الله، خلي ربنا يكرمه ويكرم النادي الأهلي معاه. يعني هو اعاره بنيه البيع، ممكن لو ظهر بمستوى جيد، وان شاء الله يظهر بمستوى جيد، هيتم التعاقد معاه في الفتره الجايه. الحمد لله. قال إن شاء الله، يا رب عديها مستورة. النادي الاهلي بيبرم صفقات، او مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بيبرم صفقات على اعلى مستوى. الله أعلم بالنوايا، بس أنا حاسسها من جواك مش طالعة خالصة، مش طالعة خالصة خالص. الاهلي يهمه ان ينافس على اللقب. لحظة يا أستاذ عمرو، أنت ما حددتش أنهي بطولة؟ بطولة كأس العالم للأندية، ولا بطولة الانتركونتيننتال، بطولة كأس العالم للقارات الأبطال، ولا بطولة السوبر الأفريقي اللي ما بين الأهلي والزمالك، ولا الدوري الأفريقي، ولا البطولة الجديدة بطولة أفريقيا؟ فبالتالي الفترة الجاية محتاجة مجهود أكبر، محتاجة صفقات بشكل مختلف، محتاجة لعيبة مختلفة تماما. بقول لك يا أستاذ عمرو، ما عندكش أخبار عن النادي الأهلي تعاقد مع مين، أو إيه الصفقات اللي جابها النادي الأهلي؟ والنبي لو عندك أخبار قول لنا عليها. يوسف أيمن مدافع الدحيل، وده كمان لعيب كويس جدا على برضه سبيل الإعارة. وقلنا يحيى عطية الله. يا راجل، ده دول صفقتين خلصهم الأهلي من سنة، احنا عايزين حاجة جديدة، عندك جديد تقوله؟ ففي اتجاه للتعاقد مع أشرف داري مدافع المغربي، مدافع صلد مغربي مهم جدا. يا مسهل، ربنا يكرم إن شاء الله وتتم على خير بإذن الله. بس أنا البق ده والشفايف دي ونبرة الصوت دي مش مريحاني، مش مريحاني فعلا. كمان مش الأهلي سكت كده. خير، في حاجة جديدة؟ اشجيني، قول وسمعني، اضربني. النادي الأهلي خلاص اقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل جدا، هو محمد علي بن رمضان. لما بتتكلم على صفقة جديدة لسه الأهلي بيتكلم عليها أو لسه بيخلص فيها، أنا بتوغوش منك. خلاص اغفل عن الأهلي وصفقات النادي الأهلي. في أخبار عندك عن نادي الزمالك؟ لو في أخبار قول لنا، في أخبار. نادي الزمالك خد النهارده خطوة مهمة جدا. مجلس الإدارة قرر بشكل قاطع المشاركة في بطولة كأس مصر. الزمالك قرر يشارك في بطولة كأس مصر، ده لازم يشارك في بطولة كأس مصر، لأن الأهلي اعتذر عن البطولة وقال إن أنا مش هلعبها. لازم هو يشارك فيها على الأقل علشان ياخد له بطولة السنة دي. هيعمل مزيج ما بين لعيبة الفريق الأول وما بين الناشئين، فريق مزيج هو اللي هيخوض مباراة الكاس. أيوة عارفين المزيج اللي هو كان بيلعب بيه آخر مباريات الدوري الفترة اللي فاتت، اللي اتغلب من طلائع الجيش 3-1 وتعادل مع بلدية المحلة 2-2. أيوة عارفين. طب أنت هل تعلم أستاذ عمرو إن الزمالك هيلاعب طلائع الجيش في بطولة كاس مصر المباراة اللي جاية؟ طلائع الجيش دي اللي هي المباراة اللي كانت قبل بلدية المحلة اللي غلب الزمالك 3-1، هل تعلم بذلك؟ هيقود الفريق في الفترة دي أحمد مجدي المدرب العام، هو اللي هيقود الزمالك الفترة اللي جاية. طب ربنا يستر على الزمالك. هيحاول الفوز بلقب البطولة، بيسعى جاهدا ان اللعيبة تحقق بطولة السنة دي قبل ما يصدر الستار. تصدق كلامك صح فعلا، خليه يلحق له بطولة ياخدها قبل ما ينتهي الموسم. كاس السوبر الافريقي اللي هو ما بين الاهلي بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدرالية، وهتكون مهرجان كبير جدا في السعودية. احلى حاجة ان المباراة دي هتتلعب في السعودية، يعني ما فيش حاجة اسمها حكام احتواء، يعني الحكام والفار اجنبي، هي دي احلى حاجة. كل التوفيق للاهلي والزمالك،
ان شاء الله نشوف موسم قادم افضل من الموسم الحالي. اوعى يا استاذ عمرو تكون عايز الزمالك يكون بينافس السنه اللي جايه على طبق كشري من عربيه الكشري بتاعت ابو طارق اللي جوه نادي الزمالك. وطلع الاستاذ عمرو الدرديري بعد هزيمه نادي الزمالك من طلائع الجيش في كاس مصر، طالع بيقول ايه؟ تعالوا نشوف بيقول ايه. وخساره الزمالك النهارده خساره غير طبيعيه. هي الهزايم اللي قبل كده اللي اتهزمها نادي الزمالك كانت طبيعيه علشان تبقى الهزيمه دي غير طبيعيه؟ طب ما هو مغلوب لسه منه من اسبوع، ما كملش الاسبوع، مغلوب منه 3-1 في الدوري. السيناريو اللي حصل النهارده في مباراه الزمالك وطلائع الجيش وخروج الزمالك بالشكل ده سيناريو صعب جدا، سيناريو قاسي جدا على جماهير الزمالك في كل مكان. هو مش الشعار بتاعكم سنظل اوفياء؟ خلوها دايما على البدج او خلوها دايما على صدر اللعيبه، سنظل اوفياء. سيناريو صعب، ودايما بنحذر وبنقول على السيناريو ده ان بيتكرر كتير جدا مع الزمالك، سيناريو قاسي جدا. امسك اهو، انت بتقول ان هو مسلسل بيتكرر كتير جدا، امسك في دي، اوعى تسيب دي علشان مش عايزين نرجع للي فاتت. ان الزمالك يكون كسبان المباراه 1-0 والحكم محمد معروف يحتسب 6 دقايق وقت بدل ضايع. انت زعلان ان الزمالك كان فايز 1-0 ولا ان الحكم حسب 6 دقايق وقت بدل ضايع؟ لو سمحت فسر لنا وحدد علشان نبقى معاك. الزمالك ما يعرفش ولاعيبه الزمالك مش عارفه توقف صح دفاعيا في ال6 دقايق الوقت بدل الضايع. لا يا استاذ عمرو، ما تقولش لعيبه الزمالك ما بتعرفش، لان احنا كده هنروح على منطقه لمحاكم شرعيه والكلام ده. لا ما توديش الكلام لمنطقه ومكان تاني، لا خلي تحديد الكلام بتاعك على ايه اللي حصل في المباراه لو سمحت. انا بسأل سؤال، فين مدافعين نادي الزمالك من محمد حمدي زكي وهو بيهاجم وبيمشي وبيوصل عند الجول؟ ده سؤال وجيه وقريت عنه في مجله اسمها كشري ابو طارق، احتمال كبير يكونوا راحوا ياكلوا عند كشري ابو طارق، فعلشان كده ما كانوش موجودين. ليه الزناري ما مسكش محمد حمدي زكي اللي كان بيراقبه؟ ليه ماشي جنبه؟ اصحاب يا عمنا، وكان في سبوبه بينهم وبين بعض وكانوا بيخلصوها في الملعب عادي، مفيش مشاكل يعني. انت بتمشي جنبه ازاي؟ الف ب دفاع في كوره زي كده ان انا اتعلق فيه. لا بصراحه اتعلق فيه دي حلوه. ليه هو شماعه؟ كان لازم توقفه يا زناري باي شكل، باي شكل. ايه يا زناري؟ ليه كده يا زناري؟ ما معكش بشله، ما معكش سنجه، ما معكش خنصر، الحاجات اللي بتثبت بيها الناس دي عشان كنت ثبتوا بيها. الزناري تحمل المسؤوليه تماما، يتحمل المسؤوليه تماما. شفت يا عم الزناري؟ اديك شلت الليله، شيلوك الليله يا عم الزناري، يلا هيس. عبد الحميد بسيوني قدر يتلاعب باحمد مجدي وباندريه بيكيه. ياه، تلاعب باحمد مجدي واندريه بيكيه الاثنين، يبقى ده ما يبقاش عبد الحميد بسيوني، يبقى بسيوني. بسيوني حقق ما اراد من المباراه، حقق اللي هو عايزه. انا عارف عبد الحميد بسيوني كان عايز ايه، انا عارف كان عايز 3-1 زي المباراه اللي فاتت على طول. زياد كمال اللي خد $100,000 من الزمالك بعد فوز الزمالك بالكونفدراليه. $100,000 لو اتحطوا في البنك يا نهار ابيض. لا اوعوا تسيبوه، هاتوهم منه، خلوه رجعهم، اوعوا تسيبوه. ناشئين بيفتقدوا لقواعد كرة القدم، لأساسيات كرة القدم، الاستلام والتسليم والتسلم. لا بصراحة كده غلط، كده غلط بجد. ده أساس الشغلانة التسليم والاستلام، وفي المواعيد مظبوطة، وما فيش واحد يتخلف عن الميعاد بتاعه. ازاي يا جماعة الكلام ده؟ ان في بعض الناشئين مش عارفين يتمركزوا في الدفاع ولا عارفين يقفوا كويس في الملعب. الله، لا استلام ولا تسليم ولا تمركز في الملعب. طب ما دربتهمش ان هم يبقوا نادورجية؟ ده جوميز قاد مباراة سهلة جدا في الدوري ملاش كان اي لازمة، جاء في المباراة المهمة اللي احنا محتاجينه فيه يسافر ويسيب المساعدين بتوعه. طبعا قرار كان سيء جدا وقرار ملهوش مبرر اصلا. لحظة هفكرك بكلامك اللي قلته الفيديو اللي فات، لحظة لو سمحت علشان الامور ما تخشش في بعضها لو سمحت. الفريق في الفترة دي أحمد مجدي المدرب العام
هيحاول الفوز بلقب البطوله، بيسعى جاهدا ان اللعيبه تحقق بطوله السنه دي قبل ما يصدر الصدر. ده كلامك ولا مش كلامك؟ لنا هنا وقفة. ده كلامك ولا مش كلامك يا متعلم يا بتاع المدارس؟ ولا هترجع فيه؟ لكن في النهايه نادي الزمالك خسر بطوله في المتناول. ايه دنيا، ده العادي والطبيعي بتاع نادي الزمالك. لا عايزك تزعل ولا تشيل في نفسك ولا تتقهر، بس خليكم زي ما انتوا على كلمتكم، ستظلوا أوفياء.